كأس افريقيا المغرب 2025 تحت عنوان المؤامرة والكولسة والقوجعة. هادو المصطلحات اللي ما عمرنا عرفناهم في كرة القدم، حتى عرفناهم مع الإخوة العرب في هاد الكاس الجديدة تحت عنوان ربح ولا تسمى عليا مؤامرة. الماتش ديال السنغال ومصر، الغريب في الامر ان ملي سال اللقاء ان احد اللاعبين تاع المنتخب المصري مشى عند الحكم وبدا تيدير ليه بحال هكا في اشاره انك حكم مرتشي. ما عرفناش علاش وكيفاش وشنو السبب اللي خلى هاد اللاعب هذا اللي تمشي عند الحكم وتيقول ليه بحال هاد الهضره هادي، مع العلم اننا كاملين شفنا الماتش، شفنا ان مصر صفر استحواذ، شفنا مصر صفر محاوله صفر تسديده، وان حتى السنغال دارت حوالي 75% ديال الاستحواذ ديال الكره. ما عرفناش هاد اللاعب اش كيتسنى من الحكم، واش هز الكره بيدو ولا في الشبكه ولا تيتسنى يقول لهم حبس انا غادي نمشي نماركيها. غريب امر هاد الناس هذا، مع العلم اننا قارنا ما بين المنتخب السنغالي والمنتخب المصري شيء كبير يا عمري. الناس جايبين لاعبين من انجلترا، من هولندا، من المانيا، من اسبانيا، والناس جايبين لي لاعبين من غزل المحله والقونه وسيراميك، ما عرفت شنو هي هذه. راه لا وجه للمقارنه، باش نكونوا واضحين ونكونوا صراحاء مع بعضياتنا وتكونوا صراحاء مع نفوسكم. الغريب في الامر اننا غادي نشوفوا جوج المفارقات. التصريح ديال محمد صلاح اللي كان تصريح احترافي، وكان تصريح كما تنقولوا تينم على واحد الانسان اللي عايش في ظروف احترافيه، وقال لهم اننا بهاد اللاعبين بهاد الكواليتي وبهاد الجوده ديال اللاعبين عمرنا غادي نمشيو لقدام، لاننا في حاجه الى لاعبين تيعرفوا كيف ذو خبره احترافيه، ماشي ودي خبره كرويه. تنهضروا على الاحترافيه في العقليه. ومع التصريح ديال السي المدرب ديالهم اللي اصلا عمره ما كان محترف في التاريخ ديالو، خرج السي المدرب بدا عوض ما يحلل النقائص والفشل ديالو التكتيكي والفقر ديالو الفكري الرياضي، بدا تيدير انه بامور اللي تثير للشفقه وللضحك.